اعمل له. هذا السنتر هني في ناس ما تفتح الا بالعطر. عندك شهر 3 قريب راح يفتح. السلام عليكم، يعطيكم العافيه، معكم بالفوز. طبعا اليوم اخوي حسن مسافر ويا اذربيجان، هو ملك اذربيجان يا جماعه. انت قلت لي انت تحب السفر يوتيوب، تعال اوديك اذربيجان. انا ما كنت مقتنع فيها، بس قال بوديني اماكن راح تخليني ارجع اذربيجان 1000 مره، والمتابعين بعد ان شاء الله. تودينا اماكن حلوه راح ترفع اقتصاد اذربيجان يعني بعد هالفيديو هذا. ما ادري عاد ان شاء الله. الحين ممر السعاده. يلا حياك. نشوف حسن دخلنا الطياره. ولا شنو سويته؟ ليش كذي حسن؟ تشتريهم هناك شنو؟ حسن كم ساعه؟ الحمد لله وصلنا الحين مطار حيدر عليف اذربيجان. طبعا عشان تدخل لازم تاخذ فيزا تقدر تاخذها بالكاونتر، في فيزا الكترونيه بالجهاز. الحين بعلمك. هذا الجواز، طبعا تحط جوازك، يعني تحط قبول، تسوي مسح حق الجواز، تحط وثيقه سفر، جواز عادي، بعد تحط مكان الميلاد والامور هذه كلها مالتك. طبعا الفيزا تكون كذي شكلها ورقه كأنها فاتوره مطعم. طبعا وصلنا، هذه السياره راح تودينا الفندق ان شاء الله. جماعه والله برد، بس ما اقول كل برد الموت، لا البرد الحلو هذا. يا الله تصور تقول نفس شوارع الكويت، عرفت؟ ايه كان قاعد يصور الحين كل شيء مبين. والله ما شاء الله مع حسن، والله يا جماعه انا انصدمت من ترتيب الشوارع ونظافتها. هذا بعد توه ما وصلنا يعني المدينه، هذا توه البدايه. هذا يقول لك فندق دونالد ترامب مع رئيس امريكا السابق. حلو، اي صح، يقول شكل نفس برج العرب. فعلا نسوي له تغطيه ان شاء الله. ليفت ليفت موديل اند رايت وات. يقول لك اليسار شنو؟ هذا عن النظام السوفيتي الديزاين. اوكي ديكور. نيو بيلدينج نوت ستايل. واليسار هذا على اليسار يعني المودرن الحديث يعني. اوكي. طابع الديره بيوتها وعمايرها ماخذه من الطابع السوفيتي القديم. انتم عارفين النظام السوفيتي قبل شلون كان ديكور البيوت ماله وطريقه حتى تصميم الشوارع وكذي. فالرجال قاعد يقول ان انا احب الكلاسيك القديم، ما احب البيلدينج الجديد. اشكال انا احب الطابع القديم، مع انه يقول لك الجديد افضل كهيفي ديوتي كنسبه امان كذي، انه يكون نسبه البنيان الحديث افضل من القديم، بس هو يحب الطابع القديم. طبعا الحمد لله وصلنا الفندق، اسمه هوليداي ان. الحين نسوي تشيكن مع القائد حسن الاسود. حييك خلي يعطينا غرفه على فيو. هذا اللوبي واضح وجميل صراحه، فندق وايد حلو. جماعه سووا لنا ابجريد، قالوا عشان شافوني ماسك كاميرا، مو قلت لك الكاميرا كل شيء تسوي، سوينا ابجريد على سي فيو. يلا خلينا نشوف الغرفه. عسكري ها؟ طبعا وصلنا الغرفة نصور حق الإسلام. شباب المكان الإسلام كل شيء. يا سلام. هذا الغرفة. والله وايد وسيع. حسن. وايد. وهذا الحمام حزكم الله. أنا أصيده من الشاور. يا سلام ولا غلطة. شوفوا. شوف. لا ممتاز. أنا الحين انصدمت، قلت وين ما في رشاش نسوي ربه. شنو طلع الوضع؟ مانيوال اوتو، مو مانيوال. انا احب المانيوال، ما تعودت على الاوتو. خلينا نشوف السي فيو اللي اعطانا اياه. يا سلام، لا والله حلوه صراحه، والله العظيم. شوف المبنى اللي قدامك حسن. سلام يا سلام، والله ولا غلطه. الحين نبدل ونصلي ونطلع نتغدى ونشوف. هو طبعا عنده احسن مطاعم، انا العاده تعودتوا عليه اعطيكم احسن وادور كذي. الحين انا مالي شغل بشيء، وهو يعطيني واصور.
طلعنا الحين مع القائد. وين بتغدينا؟ روح السنتر شوف لنا مطعم. انت الحين مو مختار لي مطعم؟ ايه ابي ألذ مطعم حق اول يوم. اي ابي الناس اول ما تي يواعى حيل. جنايدن إيه. يلا نسوي لكم تغطيه فيه. ما شفت الجزء هذا على كلام صاحبنا القائد يقول هذا مكان حق فورمولا. لان الشوارع راح تكون مسكره بس مخصصه حق الفورمولا. هذه متى تصير حسن؟ شهر 4. شهر 4 يصير في فورمولا بأذربيجان. طبعا هنا المكان هذا واحنا ماشيين يقول اسمه البوليفارد. ها في سكوترات وفي العاب يكون على البحر، مطلع على البحر. ان شاء الله اذا حصل لي الحين اذا شفته صغير صيت لكم اياه. لا يا جماعه طلع اطول ممشى باوروبا. تصدق ولا قاعد تدز حسن؟ اطول ممشى باوروبا على البحر. هذا يعني ما ينفع، يعني احنا مرور الكرام. وبعدين غيرنا الوجهه، مو المطعم. شنو غيرنا المطعم؟ شو اسمه؟ لانه بنروح بريف لانه موجود بالسنتر. حلو وهم قوي هذا ستيكات وكذي. ها يعني هذا انت تعبان اكيد راح تكون جوعان فتبي دهن عشان تركز. بس بالنسبه لباقي المطاعم يعتبر شوي غالي. عادي ناس مسافره عشان تاكل. اذا في ناس ما تبي غالي عادي. طبعا هذه الالعاب يقول لك لانه برد فمسكرينها، فانتم شايفين ما فيها احد تصفر. بس خوش مكان للامانه، ممشى ومكان يفتح النفس. طبعا سألته وين الناس يا جماعة؟ شنو مدينة أشباح؟ ما في أحد. فقاعد يقول لأنه وايد برد. وفعلا كل شوي قاعد أدخل يدي داخل. يا جماعة وايد برد. يقول لك الناس هني ما تحب البرد. يعني أنا مستغرب، يعني أنت عايش هني شو ما عادي عندك عادي. لما الجو يصير حلو يطلعون. الجو حلو. بالصيف يقول لك تصوير أفضل وزحمة وكل شيء تقدر تسويه. أما بالبرد هم ديرة حلوة. أنا بالنسبة لي إحنا كخليجيين أو كعرب نحب الجو البارد. حسن اذربيجان نطلع على اي بحر؟ هذا بحر ولا بحيره ولا شنو؟ قزوين. ها حلو نطلع على بحر قزوين. حسن شنو هذا اللي هناك اللي مغطينهم؟ الشير اللي مغطينه صبار. انواع الصبار. ايه وليش مغطينه؟ لانه برد. شوف حاطين له دفايه ما تشوف الماء ينزل داخل دافي ترى. احلف. حسن قدس ترى يوتيوب هذا. روح شوف. اي والله كنا دفايه. شوف فرق الجو. صح انا وايد يتغشمر هذا. انا عندي صاحب هذا حسن كله ينكت وكله كذي، فما تدري بتاخذ معلومته صدق كذب، مو سناب ترى يوتيوب ناس عشان تاخذ معلومه. بس صدق شكله دفايه. يقول الصبار ما يعيش بالجو البارد، لازم يكون استوائي. صحيح هالكلام؟ كتبوا لي بالكومنتات. طبعا هذا السنتر. هني في ناس. هذا دخلة السنتر. يلا طبعا هنا يكون عندك كافيهات ومطاعم يمينك ويسارك. حسن هذا يمتد لوين؟ لاخر شيء؟ وايد طويل. حسن هذا المكان شنو؟ بعد تكمله. ها؟ اي كله سنتر. ما شاء الله والله وايد شرح كبير. هذا المكان يا جماعه مشكات اكل وسوالف هذه ما تفتح الا بالعطله. عندك شهر 3 قريب راح يفتح. عندهم يوم نيروز، ما ادري عيد نيروز هم باذربيجان، وراس السنه بالاعياد الرسميه يعني اللي متداوله يعني اكتيفيتي. هاي تفتح دور. يا جماعه اي احد اذربيجان من شهر 12 لشهر 3 يجيب معاك قفازات دس، احنا نسميه دسوس. وايد برد قسم بالله. واليوم بعد مو هوا. ها اذا هوا يقولك اقسم بالله ما تقدر تتحرك. وصلنا المطعم هذا هو اسمه بريف. حفظوا عندكم. تفضل عمي تفضل. حاضرين. مشكور. بسم الله. المكان سلام. لا واضح المكان راقي. سلام يا سلام. مكان ولا غلطة. شوفوا الديكور، شوفوا اللحوم اللي موجودة. تي تختار المقبلات. انت شنو تحب؟ شمندر، حمص، الامور هذه كلها موجودة يعني. طبعا عندهم الفطاير. شوفوا حركات عشان الكاميرا. ها
طبعا اول ما تدخل يوديك اول شيء عند المقابلات مثل ما شفتوا، بعدها تي تختار اللحم اللي انت تبيه، رب اي، تندرلون، ما تندرلوين شو اسمه. المهم عندك هني شوفوا الشيش طاووق والكباب والامور هذه كلها. طبعا هذه طاولتنا. يا الله ان شاء الله يكون مطعم حلو يا حسن، لا تفشلنا. معروف. يلا بس هذا الخبز والحمص والله شكله لذيذ يا حسن. يا جماعه هني الثلج ايش يسمونه؟ يسمونه بوز، مو بوس، بوز. ولا هذا الملح شنو؟ دوز. هذه الرب اي وسلطس ولا غلطه. شنو ولا غلطه؟ كيت فوات تكذب. هذه الشاشله، واللي عندك شنو؟ واللي عندك كفته جبن. نجرب الاكل. والله حلو، والله لذيذ. حسن دش بعد بالفخذ. يا جماعة على حساب 205 مانات، يعني تقريبا $100. كل هذا طلبناه، ستيكين وابيتايزر ومقبلات وبيبسي وماي ولا اروع. اصلا من المطعم والحين رايحين نحلي ونتقهوى. حسن وين الوجه الثاني؟ شو اسم المكان؟ كافيه اسمه نسيت اسمه صدق. خلاص لما نوصل اصور لكم يعني. بس انا واثق بذوقه نار. المطعم هذاك لازم تيونه. مساج؟ يلا ندخل داخل. سلام، مغنية، حركات، وعندك قعدات فوق. كان ماخذ طابع المغربي اتوقع. فعلا المغربي صح حسن؟ طابع المغربي صح؟ لا. خلاص سكر فيديو يقول ايه وانتهى الموضوع يعني. Please let me bring my man. When he comes, tell me that you let him. Father, tell me if you can. All that praise, all that fire. طبعا طالبين شاي. هذا شاي شنو حسن؟ أذري ها؟ شلون عاد؟ خنجربة. حلو. توقعت نفس تركيا كنت ثقيل. هذا لا خفيف ولا ثقيل، والله وايد حلو. للي شيشون طبعا هذا صاحبي ما شنو طالب فواكه ووايد طويله. حسيت ان ايام الجاهليه على اللي قاعد تغني هذه. شلون شيشتهم حسن؟ صدق والله. بس يلا اخذت مكاننا بهالشيء الحلو هذا. هسه اليوم جايبنا لانج اسمه شنو؟ بوند. حلو. هذا شكل المكان من داخل حلو والله، مع دفايات وكل شيء. يا جماعة المكان هذا ممنوع التصوير فيه، ردوني نفس قصة سويسرا، فما راح اقدر اصور لكم. بحاول اصور لكم ازرق شيء، اصور لكم على السريع شيء، فما راح اعطيكم تغطية الكافية الوافية. طلبنا هذه الكيكة مع الشاي مرة ثانية. بس كذي خلصنا رحلتنا لهذا اليوم، نكمل باكر ان شاء الله. صباح الخير، بدينا يوم جديد. حسن قعدني 9 الصبح. وين بتريقني؟ مطعم البحر. شو اسمه عشان الناس تعرفه؟ آدة؟ شنو يعني اكل تركي وكذي؟ الحين المطعم حسن شكله مكان وايد بعيد، فأتوقع المكان هذا لازم تحتاجون تاكسي تروحون له. شنو المكان اللي مدخلنا يا حسن؟ شنو هذا؟ قصر حسن؟ منتجع. اوكي. هذا المكان حسن بالصيف شنو زحمة ها؟ اي منتجع. الحين ما في احد لأنه برد. بس والله المكان وايد حلو حسن. صح حتى البحيرة شوف وسخة. سووا لها سيرفيس شكله بالصيف بس بالصيف. سلام على البحر. هذا هو المكان. مكانه خيال. هذا اسم المطعم آدة ريستورانت، حفظوه عندكم. هذا هو المطعم، شوفوا قعدته ستايله والله ولا غلطة. الديكور والحركات هذه الأمور. شوفوا قعدته على البحر دايركت، ينفع حق حبيبه. أنا طالع مع حسن.
لا موفق المكان. هذا الريوق اللي طلبناه حسن ان شاء الله يجيلك صحن كامل في كل شيء جاهز. عينك على الفيو بس مع هالريوق الطيب، يا سلام ولا غلطة. يا جماعة شوف الريوق هذا اللي طلبناه كله آخر شيء كم؟ 80 أذري، يعني تقريبا الحين أحط لكم تحت. والحين رايحين لأيدد مجمع موجود بأذربيجان اسمه شنو حسن؟ دنيز مول. يلا وصلنا المجمع. دفى أخيرا، ولك برد مو طبيعي. طبعا بهذا المجمع في عندك زحلاقية، إذا كنت بآخر دور فوق وما لك خلق تنزل تحت تنزل بهالزحلاقية لتحت، بس طبعا أتوقع في عليها رسوم، أتوقع رمزية يعني مو وايد غالية، عرفتوا؟ فإن شاء الله نشوف هذه التجربة معاكم، ويلا خلنا نصعد فوق عشان نجرب. طبعا المجمع يعني في كم ماركات عالمية، الباقي اتوقع برانداتهم الخاصة وبراندات اللي بيلاروسيا وروسيا وكذي لهم براندات خاصة، بس المجمع فيه كل شيء واسعارهم يعني ممتازة جدا، وحتى الكواليتي مال الملابس والاشكال والانواع بالملابس والطقم كذي، والله انا عندي اشوفها مرات احلى من الماركات اللي احنا نعرفها، يعني اشياء متنوعة موجودة، وفيها قسم العاب اذا تبون حق عيالكم. وطلع في دور بعد فوقه عندك السينما، الدور اللي تحت طلع المطاعم، يعني الدور اللي قبل الاخير مطاعم، الدور اخر شيء فوق الزحلاقية والسينما. طبعا اسعار الزحلاقية اليهال والشباب كبار 4 منات. شباب ما اقدر اسوي لكم التغطية، يقول ممنوع الكاميرا خطر وما ادري شنو، فدشوا من هني تنزلون لاخر دور تحت.